عامله يا معلم سعيد؟ ايه الاخبار يا باشا؟ هي حته الارض اللي عايز تبيعها؟ حته الارض اللي عايز ابيعها؟ ايوه ايه امال انت عرفت من وين يا ابوي؟ امال بشم على قف يدك يا ابوي، ده انا ما فيش سنت في البلد اتباع الا من خلالنا. امال ايه؟ ده انا سمسار يا راجل. ايوه هي حته الارض اللي انا عايز ابيعها يا ابوي. ها؟ هي دي. هي دي؟ تسوالها كام دي؟ تسوالها يعني هي في حدود 50، بس انا هجيب لك 60 عادي يعني. هتجيب لي 60 فيها؟ ايوه امال ايه؟ الله يبارك لك والله، بس استنى اشاور ولد عمي. يا ابوي ما فيش مشكله، الشاول ورد عمك عادي، ما فيش اي مشاكل. انت عارف يا سعيد برج القاهره الارض المبنيه عليه ماله؟ جد اللي باعها، يعني الشغلانه بتاعتنا يا سعيد. جدك اللي باعها؟ امال ايه؟ طيب ما انت سمسار ثقيل على كده. امال هنقول لك نعم. بس ما تتكلمش مع سمسار تاني، الكلام يبقى من خلالنا عشان انا اللي جيتك الاول عشان ما يحصلش زعل. يا باشا طالما انت قلت لي 60 ما حدش هيخش على الارض دي غيرك انت. وزبونه حاضر كمان. زبون حاضر؟ الله يبارك لك والله. انا دي اللي قلت لك اول سمسار جيتك انا. خلاص تمام حاضر. عشان ما يحصلش زعل وارجع لك يا ابوي شاوره، بس انا اول سمسار جيتك. اللهم بلغت اللهم فشل بس. ايه رايك عاد؟ ايه يا عم راجل ماخدها بالدراع ده سمسار ده ولا جاي شكلني يا ابوي. ايه الحال الحزن؟ اما اروح اشوف ولد عمي يا ابوي اقول له هنذبحها ولا هي ظروفها دي. جرايم الدقه دي الكلب كل ما لقى فرد الجزمه يجيبها هنا، هيجيب لي حتى الكلب هيجيب لك جريمه لغايه البيت. ايه المرار دي؟ طب هات فرقتين جاي من كل نوع فرده. يا سوسو امشي. اي مالك يا ابوي؟ جاني سمسار نقطه، راجل وشه سمح حته من جاي. سمسار كده حلو. طب مين قال لك دخل السماسه انت؟ يبا انا دخلت ايه؟ ها؟ ده هو اللي عرف. هو جاني لواحد قال الارض للبيع، قلت له انت عرفت ازاي؟ قال لي ما فيش حاجه بتعدي من تحت دي، شكله سمسار ثقيل في السوق. تقيل مين؟ الله يخرب بيتك وبيت ابوك، تتكلم انت ونايم هيك عرفت الناس. ده في سماسره هيعمل نفسه انه هو وريث معك في الارض من جوا. لا بس ده وشه سمح وشكله فيه القبول. يا سلام يا سلام يا اخي على السماحه يا اخي، هلا لقيت وشه في قبول. يا ابوي انت ليه بالظبط في وراي؟ ده قال لي الارض دي تسوى 50، قال لي انا هجيب لك فيها 60. شفت راجل السمح؟ ما باين السماحه صراحه، باين السماحه من كلامك اللي هتقوله. يا مدلدل الارض تسوي لها 100,000 يا مدلدل، وانا جبت لها واحد سمسار بس عنده ضمير، قلت الارض تسوي كام؟ قال لي تسوي لها بتاع 100,000 جنيه. حالا قلت سمع ومش سمع. الليمونات في ناس تعرف تجيبها وتاخذها وتاخذ ودي معاه في الكلام، لكن في ناس تموت في الباطله وتفطس الحيه. تعرفش كده انت ياك؟ يعني انا طلعت حمار على كده؟ لما انت طول عمرك حمار بس ناقصك ودنين. تعرفش الكلام ده انت؟ وانا قال لي افتكر قال خدمني قال لي هجيب لك فيها 60، قلت له الله يبارك لك هشوف ولد عمي وارد عليك. قال لي بس رد علي نرده، قال عشان راجل فلوسه حاضره. قلت بس. طب قوم يا مدلدل قوم بس دايما تتخمم وتكبس انت. انا رحت لحسين بدري وحسين قال لي الارض تسوي لها 100,000، وحسين الراجل قال لي سيبها براحتها كمان ما استعجلش على حاجه. اما الناس اللي هتلم عليهم دول عاملين زي الكلاب يصدقوا بشم الريحه. روح. يا ابوي انت محسسني ان انا مخي تخين ولا بتاخد وقت معاي ليه يا اخي كده يا اخي؟ هنوريك دقتي. مش هو جاي؟ مش قال لك هجيب زبونه جاي؟ ايوه هجيب زبونه جاي قال له هدفع كاش. انت هتسوي لها 100,000 جنيه؟ بس لما نشوف ما تخلينيش حمار طول حياتي كده. مين هو ده اللي جاك انت؟ ده البرنس اسمه عصام، ده اللي بيقولوا عليه هو احسن سمسار هنا. ايوه صح احسن سمسار. طب ده جد بقى معبد الكرنك قبل كده. روح يا مدلدل روح. طب دقيقه انا جده بقى معبد الكرنك يبقى سمسار ثقيل والناس عارفاه. يا ابو معبد الكرنك ملك الحد يا ابو رز. ايوه خلاص يا ابو رز يا مدلدل يا ابو عنق. ما هي الناس ليها الضحك من عليها ما من امثالكم. يا رايك يا باشا؟ ادي لك حته الارض وادي لك صاحب الارض وانت ما عليك الا تدفع مكنه بس يعني. لا تمام. اسد ولا مش اسد؟ اسد. سمسار 100 انا. ايه رايك؟ بتعمل ايه؟ الراجل الغلبان. لا انا مش مرتاح يا ابو. يا ابوي دقيقه، الراجل هيشتري الارض جبت لك سعر زين فيه. يا ابوي انا مش هبيع المكان مش هيجي ولد عمي لو ما جاش وحضر معي البيعه دي مش هبيع. كيف ولد عمك قلت لك لواحد يشتري الارض وجبت لك يا ابوي ما بروح علينا يا اخي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه رايك في الارض؟ قدامك. شوف طب الكلام. كلام ايه؟ يا ابوي هالارض هو صاحبها. مش هقول لك ولد عمك قدامها دي انت. يعني ايه ولد عمي يعني؟ خد انت يا دي انت قبلتك يا دي انت يا دي انت حلاق يا. ازاي يعني حلاق؟ يعني انا السمسار يا راجل. انا السمسار يا ابوي توكل على الله يا استاذ، انا مش هبيع فيها. يا ابوي توكل على الله. منك خش تعالى يا عمي. مشاكل معيش يا عم خد. لا يا عمي ليه يا عمي هتعمل كده انت؟ ده قوت عيالي يا راجل. دي لقمة عيالي دي. امال ايه؟ يكون اسمك مكتوب معانا في العد يا. لا مش انا السمسار. سمسار؟ ايوه انا اللي رحت جبتك.
طب مش عايزين ابيعك يا سيدي. ماشي، هو اللي قال لي. ما لقيتش علينا ابيعك يا سيدي. خلاص كان قلت لولد عمك ما تتكلمش معايا، انا اول سمسار جيت. يعني خبط عليك في بيتكم؟ ها؟ خبط عليك في بيتكم؟ لا ما خبطش عليا، انا اللي جيتك. يكون جابك مثلا من المكتب بتاعك؟ لا بس انا اتفقت معاه. ها؟ اتفقت معاه. اتفقت معاه؟ ما فيش سمسار حيخش على الارض غير انا. ليه ما؟ امال ايه، هو بتاعه. وريث؟ اه وريث، اعتبرني انت عشان اول سمسار يا ابوي جيت في الاول. وقف حالها، وقف حالها يا ابوي. وعليه النعمه. يا بنت ايه اللي وقف حالها؟ امال هي بتاعك؟ ها؟ امال هي بنت عشان توقف حالها يا ابو عم يا مدلل؟ ايوه حنوقف حالها هنا، ها؟ ومش حخلي يجي حد يشتريها، حنبوظ صالح، مش حخلي حد يخش عليها. ايوه يا ويل علينا. امال ها؟ امال عقودكم وين؟ انتم مكتبكم وين انتم عشان توقف حالك؟ لا احنا شغالين، لا امال احنا إيه؟ امال اداره جديده في البلد؟ لا احنا شغالين دليفري. امال يكون اجا اداره جديده في البلد انتم؟ لا. ها؟ لا. امال ايه يعني؟ شغالين دليفري. طب يلا توكل على الله من هنا. قال لي اه دقيقة مش وقفت حالي وحال عيالي ولقمة عيال. لو خلت حالك اتبعت. بقول لك وسع. انت كنت ساكت انت؟ نعوكات ده مدلدل. يا ابوي الارض محدش هيخش عليها طالما هو زرقن. يا ابوي روح ارضيه. امال بيشتري بتريفيا من قدام؟ ايه اللي زرقن ما زرقنش ده انت؟ ده الصبح بحالك انت مدلدل ياد. هنقول لك تلام على ناس زينه هذا يا ابو عونق ياد. يا ابو عونق تلقاك من وراك 30 40 الف المعونق ده. ها؟ ما في 100 واحد زين ياد. ما في سماسره واحد هيروح يخبط عليه على بيوته هتقول له والله مش فاضيه وهو جايك لغايه هنا. ده جعان ده جعان. واح ايه ده لو مش مكتوب معك في شهاده الميلاد مش هيعمل عمل. شوف الوضع هيموت كده قدامنا وهالعمق. ايه العيال دي؟ قال لي هوقف لك حالي يا طاف. ما انت واقف حالك كده انت من 100 حالك كان شغال. اطلع طب اطلع يا اخي اطلع يا اخي. ده وايل علينا. شوف الواد يقول رزق ورزق عيالي وهالعمق. ايه الدلدله دي؟